شيكابالا يطلق 3 تصريحات ضد الأهلي ويفاجئ بيراميدز. أطلق محمود عبد الرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك العديد من التصريحات المثيرة عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. وتحدث محمود عبد الرازق شيكابالا مع أحمد حسام ميدو وجاءت تصريحاته عن النادي الأهلي وبيراميدز. وقال شيكابالا في تصريحاته: الزمالك يحارب من الجميع وكأننا نلعب في الدوري الإنجليزي، الزمالك لا يملك إلا اللجوء لجماهيره فقط. وكشف شيكابالا خلال تلميحاته ضد النادي الأهلي الجانب الآخر: الجميع يساعده وهذا ليس طبيعيا، هل يريد أن تكون كرة القدم جيدة أم سيكون هناك فريق واحد فائز؟ وتابع: نغلق الزمالك إذا أردنا أن يكون فريق واحد هو الفائز فقط بجميع الألقاب والبطولات، هل ذلك منطقي في كرة القدم؟ وواصل: المنافسة على البطولات في صالح الكرة المصرية وسعيد بوصول بيراميدز لنهائي أفريقيا لأنهم يستحقوا ذلك خلال الوقت الحالي. وأوضح: لست بحاجة لإثبات عشق لنادي الزمالك، وعندما عدت من اليونان لإدارة الزمالك أغلقوا هواتفهم ولا يردون علي 5 مرات، في حين الأهلي كان كل يوم يتواصل معي وكان يريد التعاقد معي وهم أفضل فريق في مصر، ولكني لا أفكر بعقلي بل فكرت بقلبي. وزاد: جلست مع إدارة النادي الأهلي وعندما خضت أول تدريب كان معي قميص أبيض، تأكدت أن هذا ليس مكاني وأنا في المكان الغلط. واختتم: تحدث معي ممدوح عباس وأكدت لها رغبتي في اللعب للزمالك، ووقتها الأهلي لا يستطيع إظهار العقود لأني كنت لاعب في اليونان ومن ثم رفضت الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.